عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا عشان نعملوا كفتة الرز بتاعتنا بتاعت العيد. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة العيد الأضحى ان شاء الله. احنا النهاردة هنعملوا الكفتة اللي هي بالرز. انا هعملها حاجة سهلة وبسيطة علشان خاطر تعرفوا هي بتتعمل ازاي وايه التكاية اللي فيها بتحصل عشان الكفتة بتاعتكم ما تفكش منكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا. ادي دلوقتي انا جبت، بصوا يا جماعة، ادي اللحمة بتاعتنا اهي. انا جبت كيلو وربع من اللحمه، وحطيت عليها ملح وفلفل والبهارات بتاعت اللحمه والسبع بهارات، وحطيت عليها الخضره وحطيت البصل، وكنا عندي التوم اللي انا فرزته معاكم قبل كده. حطيت حته حلوه كده من العين، يعني بسم الله ما شاء الله. ورحت حطاهم اهمت، ورحت جايبه عليهم الكيلو وربع. حطيت كيلو وربع من الرز، غسلته ونشفته، وبعد كده طحنته في المطحنه بتاعه الخلاط. وبعد كده هروح حاطين كله على بعضه وهعملهم في الكبه اللي عندي، يعني تعملوه في الكبه عادي. وبعد كده هنشوف هنعملوا ايه بقى. ما التكايه اللي انت قلتي عليها يا جماعه، التكايه اللي انا بقول لكم عليها اللي مش هتخلي الكفته تفك منكم، كفته الرز. هنجيبه مع الكيلو وربع، يعني الكيلو اللحمه عليه كيلو رز. هروحوا جايبين كوبايه من الشعريه وهنطحنوها مع الرز. الشعريه دي هتخلي الكفته بتاعتكم تضربوها في الحته ترجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ربنا يبارك يا رب اللي احنا هنعملوه، اللهم بارك. يلا بينا وتعالوا نشوفوا هنعملوا الكفته بتاعتنا ازاي. بصوا حبايبي، ادي اهي. اول حاجه جبت الكبه بتاعتي، جبت اللحمه بتاعتنا اللي عليها الخضار والبصل والتوابل. هنديها فرمه سوري. هنديها فرمه في الكبه، وبعد كده هنحط عليها الرز. خلاص اهو زي ما انتم شايفين اهو. هروح عاملين اهي. ادي الكبه بتاعتنا، معلش اهو زي ما انتم شايفين. وبعد منها هروحوا جايبين، ثواني كده اهي، زي ما انتم شايفين اهو. هنروحوا جايبين الكبه بتاعتنا وهنضربوا اللحمه كلها، وبعد كده نحط عليها الرز، وبعد كده نشوف هنعملوا ايه. بصوا يا جماعه، انا اهو فرمتها ديت اول فرم. حطيت الرز على اللحمه على الخضار على كل اللي احنا عاملينه. بس لما انا فرمتها بصوا لسه ايه، عايزه تتفرم تاني. هي هتتفرم مره واثنين وثلاثه، خلاص كده. وبعد ما اخلصها خالص انا هوريكم هتبقى شكلها ازاي. زي ما انتم شايفين اهي، بعد ما عملتها 3 4 مرات قعدت افرمها لحد ما بقت العجينه دي زي ما انتم شايفين. دلوقتي احنا هنعمله ايه. انا دلوقتي جايبه الصينيه بتاعتي اهي، وجايبه طبق فيه زيت، وهندهن ايدي بالزيت وهصبح. ادي اهي اول طاسه انا عملتها، صبعتها. وهروح دلوقتي على المطبخ علشان خاطر ان احنا نحمرها. خليكم معايا وشوفوا ايه اللي هيحصل بعد كده. ادي الزيت اهو حطيناه على النار، وهنبتدي ان احنا نشوف الزيت قدح ولا لا اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يلا يا جماعه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم بخير يا رب. اهو زي ما انتم شايفين نحطوها واحده واحده كده، ماشي. يلا يا جماعه، اللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي شير ولايك ويشترك في القناه، وابعتوا لي التعليقات بتاعتكم وقولوا لي ايه رايكم في الاكل بتاعي. انا بيجي لي انتقادات بس مش مشكله، انا بحب كده، اللي عاجبه الاكل يقول واللي مش عاجبه يقول برضك، ماشي. شايفين يا جماعه، ده جزء من الكفته بتاعتي اللي انا حمرتها. يبقى هنعيده تاني. كيلو اللحمه عليه كيلو رز، وعليه حته من الثوم اللي احنا كنا مفرزينه، وعليه التوابل، وعليه بصلتين 2 على الكيلو الكفته. يبقى كيلو لحمه وكيلو رز، وعليه بصلتين والتوابل بتاعتنا والثوم والخضره بتاعتنا القمرايه، وبنروح عاملينها في الكبه. ودي كانت وصفتي النهارده. وما تنسوش الرز بتحطوا عليه كوبايه شعريه، عشان الشعريه دي هي اللي بتمسك الكفته زي ما انتم شايفين، مخلينا زي القمر كده اهي. بسم الله ما شاء الله، ناشفه. خلاص، دي كانت وصفتي النهارده. واللي شاف وصفتي وعجبته يا ريت يعمل لي لايك وشير ويشترك في القناه بتاعتي وتكبرها لي. واشوفكم في فصله جديده من مطبخ منوعات ماما مها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.